السلام عليكم شباب. طبعا بس حبيت احكي كم شغله. حساباتي الشخصيه اذا كانت قناتي، صفحتي على الفيسبوك، حسابي على الانستغرام، هاي صفحه شخصيه اني انزل بيها الاشياء اللي تعجبني، اشياء تعبر عني، اشياء مالتي، فكري اني اطرحها. انت ما مجبور تتابعني يا اخي. انت اذا منشوراتي فيديوهاتي ما عجبتك انت ما مجبور تشوفني. يعني انت مجبور؟ بس سؤال، انت مجبور؟ ما مجبور، صح ولا لا؟ هسه مثلا بيتي، هذا البيت انا عاجبني اخلي بيه صورة حسام الرسام، صورة انجلينا جولي، صورة ساري السواس. انت ايش عليك يا اخي؟ انت مو من حقك تجي تقول لي لا تخلي هاي هنا، مو من حقك اصلا تعلق تعليق مو زين، لان انت ما مجبور تتابعني. انت ليش تحسسني انه انا داق باب بيتكم وقال لك يابا تعال شوفني بلا زحمه، شوف ايش ناشر؟ ذاك الوقت لك حق تحكي. عمي بطل السوالف التعبانه مالتكم يا اخي. لا تتابعني، ريح نفسك وريحني يا اخي، حتى انت تخلص وانا اخلص منك، اثنيناتنا واحد يخلص من الثاني. هسه انت شنو مجبور؟ بس اريد افتهم، مجبور انت تشوفني؟ عمي ما مجبور، والله انت ما مجبور. روح ولي هسه شلبت. يعني والله العظيم مو بشر، مو بشر، هيك حيوانات، حيوانات طابين هيك. يعني شوف العالم وين وصلت عمي. اخو شيء اسمه حريه شخصيه، انا بكيفي. انت وجهي ما عاجبك يا اخي، انت ايش عليك؟ ايش عليك انت؟ انا عاجبني، انا عاجبني ابقي سكسوكه، انا عاجبني زين شواربي، عاجبني اطول لحيتي، اطول اصبغ شعري هسه. انت ايش عليك؟ انت شنو؟ بس اريد افتهم، يعني هي شنو بالمظهر لو بالشكل؟ هي مو كل من طول شعره يعني صار مو زين، ولا كل من لبس شورت طلع بالشارع جرو صار مثلا. كافي عمي كافي، خزيتونا والله خزيتونا. شوف العالم وين وصلت. ها فلان طول شعره، ها فلان لابس فانيله، ها فلان طالع باللباس. يا اخي انت ايش عليك؟ انت ايش عليك؟ ما افتهم. فلان ذبت الحجاب مو شريفه. عمي ايش بيكم انتو؟ ايش بيكم؟ بس اريد افتهم انتو يعني. دوب المشكله بس نقد 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 نقد، اللي يشوفهم يقول اي ياباه غير دوله، دوله ماكو منها. ومن تشوفها بقائمه الدول اخر دوله بالعالم نطلع، احنا اخر دوله بالعالم. تروح للصومال تلقى احسن من عندنا. هاي الصومال. انتم من كل النواحي زفت زفت. تعرفون شنو زفت؟ يعني انتم ما تنقهرون من تروحوا السياحه؟ ما تنقهر على روحك وعلى بلدك هذا؟ ما تنقهر؟ ما تقول احنا ليش هيجي مثلا؟ يا اخي حس شويه، حس. لا اهلك راضين عليك، لا ابوك راضي عليك، لا انت حتى انت على روحك ما راضي، على روحك انت ما راضي. كافي عاد عمي كافي. يا اللي شوفوا يعني فضائح، بس فضائح، جروباتكم بس فضائح. ها حجي دارسين، ها وخطيه حتى الرجال انقتل من وراكم، من ورا فضايحكم، وكل شخص مات بسبب مواقع التواصل الاجتماعي وجروباتكم، فذمته برقبتكم بعد. كافي عمي، عوف العالم براحته. انت ايش عليك يا اخي؟ انت فلان مو زين، انت ايش عليك؟ لا تحسسوني كلكم ما شاء الله قمه بالاخلاق والتواضع والانسانيه. اخي انتوا شنو مسلمين؟ انتوا مسلمين؟ انتوا مو مسلمين. المسلم ليش يتدخل بغيره؟ ما دا افتهم. انت مسلم ليش تتدخل بغيرك؟ الرسول صلى الله عليه واله وسلم من اجى للعالم الكفره وقنعهم بالدين الاسلامي، شلون قنعهم؟ قنعهم بالانسانيه، بالرحمه، بعدم تدخل بشؤون الاخرين. بلال الحبشي كان كافر يا اخي، كافر، كان يعبد صنم. ليش ما فكرت ليش اقتنع بالرسول؟ كان بقى يعبد اصنام، بس الرسول حرره، اعطاه حريه. قاعد تفتهم؟ من شاف اكو حريه صار مسلم. هذا الاسلام يا اخي دين حريه، مو انت 24 ساعه تصلي وتصوم وانت بقلبك حقد هيجي حقد وضوجه وشي جايف يا اخي انت والله العظيم. يا اخي زباله والله زباله. يعني شنو يعني شنو؟ ما اعرف والله العظيم، ما اعرف شلون اعبر يا اخي. تصلي وتصوم وشنو فائدتها؟ وانت قلبك منعل، قلبك هيجي عباره عن نعال هيجي مقطع. يا اخي خلي عندك رحمه، خلي عندك انسان. هسه الحيوان احسن من عندك، هسه هذا الكلب ما كذا ربيه احسن منك، احسن منك والله. عمي ارجع واقول لكم، اللي ما يعجبه المنشورات او ما تعجبه فيديوهاتي مثلا، يا اخي ما مجبور تطب تشوفني. روح ولي يا اخي. تشلبت ما افتهم والله العظيم. وعلى شنو؟ مره ثانيه اي تعليق اشوفه شلاق اضربك وبلوك، بلوك اصلخك يا اخي. ما معتاز على تعليقك الزفر هذا.